تخيل تبقى في قمة الرعب بتاعك وبتحاول تصرخ عشان حد يلحقك، بس صوتك ما بيطلعش. والأنقح إن اللي بيقتلك هو أكتر حد المفروض يحميك، وفي بيت بعيد مهجور ما فيهوش غير صوت صرصور الغيط. مأساة سهى وعيالها ما كانتش بس في السكينة والبلطة، دي كانت في صمت القاتل اللي خطط لكل حاجة وهو بيضحك في وشهم قبلها بساعتين. جريمة الشرقية اللي الطب الشرعي وقف قدامها مذهول، إزاي البيت الهادي يقلب لسلخانة في دقيقة؟ تعالوا أحكي لكم القصة من أولها لآخرها، لكن قبل ما نبدأ ياريت تعملوا سبسكرايب للقناة علشان إحنا بنكبر بيكم، وتسيبوا اللايك الجميل، وتقولوا لنا رأيكم في القصة بتاعت النهاردة، وأعمل لك لفة في قصص القناة التانية واللي متأكدين إنك هتحبها وتستمتع بيها. يا جماعة، القناة دي مش معمولة علشان تشوفوا القصة، ولكن هي معمولة علشان تسمعوا القصة وانتوا شغالين أو سايقين أو بتناموا. يعني إحنا معتمدين على السماع أكتر من الرؤية، والمشهد البسيط اللي بيتكرر ده فقط لتوضيح مود القصة مش أكتر، مش تجسيدي القصة أو شيء لازم تشوفوه أصلاً. يلا بسم الله نبدأ. 2016 في محافظة الشرقية، بيت وسط الزراعات تحصل فيه حاجة صعبة جداً بمنتهى الهدوء والصمت، وكلمة صمت هنا ليها معنى كبير. المهم إنه بعد ما يمر 3 ساعات عربيات الشرطة والإسعاف وقف عند نفس البيت، بس المرة دي لسبب تاني. فريق من خبراء المعمل الجنائي بيفحص مسرح الجريمة، ورجال الإسعاف عندهم أمل إنهم يلاقوا أي حد لسه عايش. عيلة كاملة تم التخلص منها بالكامل، واتقال وقتها إن اللي عمل كده كان راكبه جن، بس الطب الشرعي والمعمل الجنائي دايماً بيكون ليهم رأي تاني خالص. الجريمة الصامتة كما لم تروى من قبل. 2016 في محافظة الشرقية، وتحديداً في واحدة من القرى هناك. كل شخصيات القصة عندهم مشكلة في السمع والكلام، بيعتمدوا بشكل أساسي على لغة الإشارة. سهى وقت الجريمة دي كان عندها 33 سنة، ومحمد جوزها عنده 35 سنة، وأولادهم الاثنين يوسف ومريم كان عندهم 10 سنين و7 سنين بس. ولادهم الاثنين كانوا بيتكلموا عادي، فواضح إن كان مقصود من الجريمة دي إنهم يسكتوا سهى ويوسف ومريم. تم التخلص منهم بطريقة بشعة جداً، واللي ارتكب الجريمة المفروض إنه رب المنزل، الأب والزوج، واللي حكايته غريبة جداً، وهنفهم دلوقتي. بس ليه محمد يعمل كده؟ وليه يعيشوا في بيت في منطقة تعتبر شبه مهجورة، مع إنه من عيلة غنية وعندهم بيت ملك؟ فتح كده إن الموضوع مش مريح. وغير ده كله، تخيل إنسان ما عندوش القدرة إنه يدافع عن نفسه حتى بالصريخ، إحساس صعب جداً. وعلشان نقول حكايتها بس نرجع 12 سنة لورا، تحديداً قبل ما محمد يتجوز سهى. محمد اتولد في الشرقية وفي نفس القرية اللي حصلت فيها الجريمة، ومن ساعة ما اتولد وهو عنده مشكلة في السمع والكلام. والده راجل غني ومرتاح مادياً جداً، واسمه عم شبراوي، ووالده ده راجل غريب شوية، ومش هنفهم في القصة هو عايز من الدنيا إيه. المهم محمد لما يخلص الدراسة بتاعته ويكبر ويتخرج، يشتغل في واحدة من الشركات المهمة، ويشتغل في وظيفة مهمة جداً وهي أمين مخازن. والوظيفة دي بشكل عام محتاجة حد مركز قوي وواعي لكل تصرفاته، لأن غلطة صغيرة من أمين المخازن ده ممكن تكلف الشركة مبالغ كبيرة جداً. وبعد شوية والده يبدأ يطلب منه إنه لازم يفكر في الجواز، ويا سلام لو اتجوز وخلف ولد علشان يكمل ويشيل اسم العيلة، عيلة شبراوي. وعندهم بيت ملك في نفس القرية اللي عايشين فيها، والبيت ده كان عبارة عن عمارة من 12 دور، وطبعاً محمد عنده شقة فيها جاهزة ومستعدة علشان يتجوز فيها، فكده مش ناقص لمحمد إلا العروسة. وهنا كان الاختيار على سهى، البنت الجميلة اللي ساكنة في محافظة الشرقية بس في قرية بعيدة شوية. وسهى من ساعة ما اتولدت برضو عندها مشكلة في السمع والكلام، وعندها 5 إخوات، 2 منهم بيعانوا من نفس المشكلة. والدها ووالدتها ناس محترمين جدا، وبسبب إن عندهم ولاد عندهم ضعف في السمع والكلام، فكانوا بيتكلموا لغة إشارة كويس قوي. وكده تبقى مناسبة جدا لمحمد، والاتنين أكيد هيعيشوا مع بعض حياة كويسة جدا. الاتنين 2 محترمين وعيلتهم ناس كويسين جدا. كل اللي كانت بتحلم بيه إنها تعمل بيت مستقر وتعيش كويس،
والدها ووالدتها عملوا علشانها كل حاجة، ووالدتها واقفة معاها في كل خطوة، وإخواتها مش سايبينها تماماً، ووالدها علمها من وهي صغيرة تبقى راجل وتقف في ظهر الراجل بتاعها، وفي نفس الوقت تساعده على قد ما تقدر. المهم محمد يتقدم علشان يتجوز سهى، وفي اليوم ده العيلتين يتعرفوا على بعض. المهم العيلتين يحبوا بعض جدا ويتفقوا على كل خطوات الجواز، وساعتها يعرفوا إنها هتعيش في بيت العيلة اللي هو عبارة عن عمارة من 12 دور، وإن ليها شقة موجودة وجاهزة ومش ناقص بس إلا العروسة. وفي اليوم ده يتفقوا على كل حاجة، وبعد شوية محمد وسهى يتجوزوا. سهى من البداية ما كانتش مرتاحة لحماها خالص اللي هو عم شبراوي، وكانت شايفة إنه بيتدخل في حياة ابنه زيادة عن اللزوم، بس هي كانت بتتعامل معاه إنه زي والدها بالظبط، وكانت في الوقت ده شايفة إن سبب تدخل والده في كل حاجة إنه خايف عليه وواقف معاه في كل خطوات حياته، فطبيعي جدا إنه لما يتجوز يفضل متأثر بابوه شوية. وتمر كام سنة وربنا يرزقهم بطفلين اللي هم يوسف ومريم، والاتنين بيتكلموا عادي، ولما بدأوا يكبروا شوية بقوا هم اللي بيساعدوا والدتهم في كل حاجة. ويوسف تحديداً برغم إن كان سنه صغير بس تحسوا إنه راجل الكبير وقد المسؤولية، بيساعد أمه وواقف معاها في كل حاجة. ويمر كام سنة على الجواز والحياة بينهم مستقرة، ومحمد في شغله عادي اللي هو أمين مخازن، وكل شوية بيتطور أكتر في شغله. وبالمناسبة علاقته بمراته وولاده الاتنين حلوة وقوية قوي، لحد ما يجي اليوم اللي يغير حياته تماماً. زي ما قلنا إنه مر على الجواز أكتر من 5 سنين، وزي ما قلنا برضو إن سهى من البداية مش مرتاحة لحماها، بس كل اللي كانت فهماه قبل كده حاجة، واللي هتفهمه اليوم ده حاجة تانية خالص. سهى في الوقت ده كانت قاعدة في بيت العيلة زي ما قلنا، والولاد طبيعي فترة الصبح في المدرسة وفي الحضانة، ومحمد جوزها موجود في الشغل بتاعه. فتتفاجئ إن حماها عم شبراوي طالع عندها الشقة بحجة إنه عايز يتكلم معاها، بس بعد شوية اكتشفت إن حماها عايز يتحرش بيها. وساعتها سهى فقدت السيطرة على نفسها وضربته بالشبشب، ودخلت المطبخ علشان تجيب سكينة وكانت بتحاول تخلص عليه. وساعتها حماها زقها وفتح الباب بسرعة ونزل من البيت واختفى. وقتها مش مصدقة اللي حصل، ولا عارفة هتقول لأهلها إيه ولا هتقول لمحمد جوزها إيه. ويا ترى تسكت عن اللي حصل ده ولا تعمل إيه وتقعد في البيت ساكتة مش عارفة تتصرف إزاي، لحد ما تتفاجئ بعد شوية إن محمد داخل عليها ومعاه أبوه ونازلين فيها ضرب هما الاتنين، لدرجة إنهم اليوم ده كسروا دراعها. وقتها حماها عرف يقنع محمد ابنه إن سهى تعدت عليه بالضرب وضربته بالشبشب وأهانته، وده لأسباب تانية خالص غير إنه كان بيحاول يتحرش بيها. وكل اللي حصل إنها فهمت غلط وتصرفت كده، وعلى أي وضع ما ينفعش أصلاً تمد إيديها على حماها. وإن الراجل استغرب قوي تصرفها ده لأنه بيتعامل معاها إنها زي بنته بالظبط. مجرد ما سهى بدأت تهدى شوية من اللي حصل ده، طلبت من ابنها الصغير يوسف إنه يكلم أهلها ويبلغهم باللي حصل. وساعتها والدها وصل على طول وخدها وطلعوا على المستشفى وعملوا تقرير طبي بالضرب وبكسر الدراع اللي جالها، وعملوا محضر رسمي وتم القبض على جوزها وعلى حماها. وساعتها اضطرت تحكي اللي حصل معاها، بس حكت لإخواتها وما رضيتش تحكي لوالدها أو والدتها علشان مش عارفة تصرفهم هيبقى عامل إزاي. وبعد شوية الأهالي اتدخلوا بعد ما تم القبض على جوزها وعلى حماها، وساعتها اتقال لها إن ده في الآخر جوزك وأبو عيالك، وده حماكي وزي أبوكي بالظبط. طبعا الناس وقتها ما كانوش عارفين السبب الحقيقي اللي خلى سهى تضرب حماها بالشبشب. المهم بعد تدخل الأهل وإن كمان عارفة إن جوزها أكيد اتأثر بكلام أبوه، فحاولت في الوقت ده إنها تبقى عاقلة وتعمل صلح علشان خاطر جوزها وأبو عيالها. لكن الصلح ده هيكون معاه شرط واحد، إنها تقطع العلاقة مع حماها تماماً، ويحصل الصلح فعلاً ويخرج محمد وشبراوي اللي هو حماها. لكن زي ما قلنا الراجل ده مش سهل خالص، وأكيد هيفكر إزاي ينتقم منها إنها دخلته السجن. وبدأ يفكر إزاي ينتقم من مرات ابنه اللي هي سهى، مع إنه لو كان هدي شوية وركز في التفاصيل هيلاقي إن ابنه كان مرتاح قوي، وإن أحفاده الاتنين زي الفل ما فيهمش غلطة. بس شبراوي غير كل الناس، وبدأ يحقن دماغ ابنه بأفكار غريبة. أولها إنه طلب منه إنه يسيب الشقة اللي في بيت العيلة دي، وإنه يروح يقعد في بيت بعيد علشان ما يحصلش بينهم أي مشاكل بعد كده.
وكأنه مش عايز سهى ولا أولادها يستمتعوا بملك جوزها، وواضح إن عنده هدف تاني يمكن نفهمه قدام شوية. وفي الفترة دي الخلافات اللي بين سهى وبين محمد بقت غريبة، كل شوية بتحصل خناقات من غير أي سبب، وطول ما قاعد في البيت لوحده بيبقى هادي، بس بمجرد ما يقابل أبوه يتحول ويبقى إنسان تاني. وواضح إن كلمة يتحول دي هتبقى كلمة السر بعدين. المهم محمد وسهى وولاده الاتنين يعزلوا البيت جديد، بيت موجود في وسط الزراعات وفي منطقة شبه مقطوعة، ما كانش فارق معاها هتعيش فين، المهم عندها إنها تعيش مع جوزها ومع أولادها في حياة مستقرة وهادية. وتمر سنة، والحياة بين سهى وبين محمد ما كانتش كويسة قوي، بس المشكلة إن حماها كان بيجيلهم زيارات على فترات متقطعة، بس كل ما كان بيجي كان بيتعمد إنه يصنع بينهم مشاكل، لحد ما اكتشفت إن فلوس محمد ودخله الشهري كله مع أبوه، يعني أبوه بياخد فلوسه منه كل أول الشهر وبيديله مصروفه، ويبدأ يقنع محمد إن سهى مراته طمعانة في الورث بتاعه، وإن وجود الولد اللي هو يوسف هيورث وياخد حقوق كتير، وطبعاً اللي هتستمتع بالورث ده هي سهى. وأقنعه كمان إنها عايزة تسيطر عليه وتبوظ العلاقة اللي بينه وبين أبوه، وتبدأ حياة شبه سرية بين محمد وبين عم شبراوي. وبعد شوية والد سهى يتوفى، وساعتها المفروض إن محمد يبقى جوزها وأبوها. وتمر كام سنة ونوصل لسنة 2016، والمفروض إن السنة دي هي اللي حصلت فيها الجريمة. بس قبل الجريمة ب3 أيام والدتها كانت عندهم في البيت وكانت بتفطر معاهم، وساعتها محمد كان قاعد وكان بيعزم على حماته بكل حاجة. وبعد ما خلصت اليوم معاهم محمد وسهى وصلوها لحد العربيات علشان تركب وتروح على بيتها. المهم في اللي بنقوله ده إن محمد في اليوم ده كان طبيعي جداً، ويمر يومين ونوصل ليوم الجريمة. في اليوم ده محمد يروح الصبح بدري مشوار مع والده الأول، وبعد كده يطلع على الشغل بتاعه عادي، وبعد ما يخلص الشغل يرجع على البيت ويتعشوا مع بعض، والولاد يدخلوا علشان يناموا. بس نظراته اليوم ده ما كانتش مريحة، وسهى كانت ملاحظة إن تحركاته كانت غريبة. وعلى الساعة 10 بالليل الولاد يدخلوا يناموا، وسهى تدخل الأوضة بتاعتها، ومحمد يدخل المطبخ على أساس إنه هيعمل كوباية شاي، وسهى قاعدة في الأوضة بتاعتها حاسة إن قلبها مش مرتاح، بس الحقيقة مش عارفة فيه إيه. وفجأة محمد وهو في المطبخ يفتح الدرج وياخد سكينة وبلطة، ويتحرك بهدوء على أوضة النوم بتاعتهم ويفتح الباب ويضرب سهى على طول. ساعتها حاولت تدافع عن نفسها، وكل اللي عرفت تعمله إنها تزقه وتقفل باب الأوضة على طول، بس تتفاجئ إن محمد يكسر الباب بالبلطة اللي كانت معاه، ويكلمها بلغة الإشارة ويقول لها إنه حصل له حاجة غريبة، وأقنعها إنه هياخدها ويروحوا على الدكتور علشان يطمن عليها. وساعتها الولاد صحيوا على الصوت الغريب ده، وسهى وثقت في الكلام اللي قاله، وفي نفس الوقت كانت عايزة تطمن ولادها إن مفيش حاجة حصلت. ولما صدقته ووثقت فيه دخل عليها وكمل فيها ضرب لحد ما ماتت ووقعت على الأرض. ساعتها يبص على ابنه يوسف فيلاقيه ماسك التليفون علشان يكلم حد يلحقه، فيدخل عليه ويضربه وهو كمان لحد ما يموت، وبعدها يمسك بنته ويعمل فيها نفس الموضوع. قتل مراته وولاده الاتنين بكل هدوء، وبعد ما خلص كل حاجة دخل الحمام غير هدومه وغسل جسمه من آثار الدم. بس قبل ما يعمل كده كان سحب الجثث ال3 على الحمام وكمل فيهم ضرب، وبعد ما خلص كل حاجة وغير هدومه خرج من البيت وراح على والده. وفي ساعتها والده لما عرف منه اللي حصل طلعوا بسرعة على اسم الشرطة علشان يعملوا بلاغ. وساعتها قال في البلاغ على حسب كلام محمد إنه كان قاعد في البيت وحد دخل عليهم مرة واحدة وخلص على مراته وولاده الاتنين. وطبعاً رجال الأمن مش فاهمين حاجة من محمد، وعلشان كده طلبوا إن يبقى فيه مترجمين للإشارة. وبدأ محمد يتكلم مع المترجمين، والمترجمين يشرحوا لرجال الأمن اللي بيقولوا محمد. قال لهم إنه كان قاعد وفجأة تحول لبني آدم تاني خالص،
وكان جواه قوة غريبة بتحركه، وهي اللي خلته يعمل كده في مراته وولاده الاتنين. والغريب إنه كان بيشرح كل حاجة بكل هدوء. رجال الأمن تتحرك بسرعة على البيت، وفي نفس الوقت عربيات الإسعاف موجودة على أمل إنهم يلحقوا أي حد، بس للأسف التلاتة كانوا توفوا. يوصل خبراء المعمل الجنائي ويبدأوا في فحص الجريمة، واللي كان باين قوي إن مفيش أي مقاومة حصلت، وباين قوي إن الموضوع مترتب. والأهم حجم الهدوء اللي محمد كان فيه وهو بيعيد تمثيل الجريمة. وأكد تاني في التحقيقات إن حصلت له حاجة غريبة وتحول لبني آدم تاني خالص، ولا عارف هو عمل كده إزاي، ولا عارف هو عمل كده ليه. وإنه لما دخل المطبخ وكان واقف عادي، فجأة لقى فيه قوة جواه بتقوله إنه لازم يخلص على عيلته كلها. التحريات الأمنية أكدت إن محمد علاقته بمراته كويسة، وإن علاقته بولاده هما الاتنين حلوة جداً. وأكدت كمان إنه كان في الفترة الأخيرة في خلافات بسيطة بينه وبين مراته. وطبعاً أهل سهى لما سمعوا كده اتصدموا، لأنه فعلاً ليه محمد يعمل كده في مراته وولاده؟ آخر زيارة لوالده ليهم قبلها ب3 أيام كان بيتصرف عادي جداً، وما كانش باين عليه أي حاجة. ده غير إن اليوم ده ما قالت لهاش على أي مشكلة موجودة بينهم، بس المشكلة الوحيدة اللي موجودة والكبيرة هي مشكلتها مع حماها، واللي حصلت من 5 سنين. وساعتها أهل سهى حكوا كل حاجة لرجال الأمن، وتم استدعاء عم شبراوي حما سهى. بس عم شبراوي لما اتسأل عن الموضوع ده قال إنه خلص من زمان، وإن سهى ساعتها فهمته غلط، وإنه علشان يحل الموضوع ده ابنه عزل لبيت بعيد وفي منطقة بعيدة عنهم، وده علشان ما يحصلش أي احتكاك بينه وبين سهى مرات ابنه واللي زي بنته بالظبط. وأكد كمان لرجال الأمن إن أكيد فهمته غلط. الطب الشرعي أكد إن عدد الضربات سواء في الأم أو الولاد كتيرة وصعبة جداً، وواضح إنه كان قاصد يخلص عليهم، وبواقي الأكل لسه في المعدة، وده معناه إنه كانوا بيتعشوا مع بعض. والمقصود هنا إن الحياة بينهم كانت طبيعية. إيه اللي حصل يخلي محمد يتحول مرة واحدة كده وبالشكل ده؟ ومن خلال مناقشة محمد، وطبعاً مع وجود مترجمين الإشارة، كان واضح عليه إنه طبيعي وهادي جداً، وده معناه إنه يا إما عنده مشكلة نفسية أو إنه مطمن زيادة عن اللزوم. حتى ما عندوش تأثر من أي نوع إنه مش هيشوف مراته ولا ولاده الاتنين مرة تانية، لحد ما تظهر حاجة غريبة جداً. خطاب رسمي من مستشفى بيقول إن محمد عنده مرض نفسي، وتحديداً انفصام حاد في الشخصية. بس الخطاب ده طلع بالصدفة إمتى؟ يوم الثلاث الصبح، نفس يوم تنفيذ الجريمة. فاكرين لما قلنا إن محمد يوم تنفيذ الجريمة الصبح كان في مشوار مع والده، وبعد كده راح الشغل، وبعدها رجع على بيته عادي. وقتها المشوار ده كان للمستشفى. ولما رجال الأمن سألوا والده عن الخطاب ده، قال لهم إن ابنه فعلاً مش طبيعي، وكان بيعالجه بشكل سري، وأحياناً كان بيديله جلسات كهرباء. وطبعاً الشهادة دي هتفرق كتير في القضية. بس في نفس الوقت والغريب إن محمد لآخر وقت شغال عادي في الوظيفة بتاعته اللي هي أمين مخازن. وخلال التحقيقات كان دايماً محمد بيأكد إنه فعلاً في وقت الجريمة ما كانش في وعيه تماماً. تقرير المعمل الجنائي بيقول إن الجريمة حصلت في كل أنحاء الشقة، وبعد كده تم نقل الجثامين للحمام واستكمال الضرب فيهم. والتحريات الأمنية كمان أكدت إن في الفترة الأخيرة محمد كان بيتخانق كتير مع سهى، وكان بيعتدي عليها بالضرب. وبعد الكشف الطبي عليه، رجال الأمن تتأكد فعلاً إنه عنده مرض نفسي. المشكلة إن والده عارف كده، وده على حسب كلامه، وعارف إن حالته خطيرة وممكن يرتكب أي تصرف. ليه سابه من غير علاج طول الوقت ده؟ وإزاي سهى طول الفترة اللي فاتت ما حسش إن محمد متغير؟ وليه ولاده الاتنين عمرهم ما قالوا إنهم شايفين أبوهم بيعمل حاجات غريبة؟ وبعد ما تخلص كل التحقيقات وجمع كل الأدلة، يتم تقديمه للمحاكمة، واللي أكيد هيتحكم عليه بالحكم العادل سواء كان مريض أو لأ. اللي صعبان عليا فعلاً سهى، اللي ما قدرتش تدافع عن نفسها حتى بالصريخ، وأولادهم الاتنين اللي ملهمش أي ذنب في اللي حصل. وقلناها كتير وهنقولها تاني، المرض النفسي مش عيب، ولازم يتشخص كويس ويتعالج، والإهمال فيه ممكن يوصل إنسان إنه يتصرف تصرفات أبشع من اللي محمد عملها.
ربنا يرحم سهى وأولادها، وربنا ينتقم من كل شخص كان سبب مباشر أو غير مباشر في اللي حصل فيهم. ونهاية الكلام: سلام. تخيل تبقى في قمة رعبك وبتحاول تصرخ عشان حد يلحقك، بس صوتك ما بيطلعش، والأنقح إن اللي بيقتلك هو أكتر حد المفروض يحميك، وفي بيت بعيد مهجور مفيش غير صوت صرصور الغيط. مأساة سهى وولادها ما كانتش بس في السكينة والبلطة، دي كانت في صمت القاتل اللي خطط لكل حاجة وهو بيضحك في وشهم قبلها بساعتين. جريمة الشرقية اللي الطب الشرعي وقف قدامها مذهول، إزاي البيت الهادي يقلب لسلخانة في دقيقة؟ تعالوا أحكي لكم القصة من أولها لآخرها، لكن قبل ما نبدأ ياريت تعملوا سبسكرايب للقناة علشان إحنا بنكبر بيكم، وتسيبوا اللايك الجميل وتقولوا لنا رأيكم في القصة بتاعت النهاردة، وأعمل لك لفة في قصص القناة التانية واللي متأكدين إنك هتحبها وتستمتع بيها. يا جماعة، القناة دي مش معمولة علشان تشوفوا القصة، ولكنها معمولة علشان تسمعوا القصة وإنتوا شغالين أو سايقين أو بتناموا، يعني إحنا معتمدين على السماع أكثر من الرؤية. والمشهد البسيط اللي بيتكرر ده فقط لتوضيح مود القصة مش أكتر، مش تجسيد للقصة أو شيء لازم تشوفوه أصلاً. يلا بسم الله نبدأ.